السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن شخصية عظيمة جدا ومؤثرة في حياة كل مسلم، وهو الشيخ محمد متولي الشعراوي. الشيخ الشعراوي كان راجل عظيم ومحبوب من الناس، وأثر في حياة كتير من المسلمين. أنا عموما بحترمه وبتعلم منه كتير. الشيخ محمد متولي الشعراوي ده كان عالم دين ووزير أوقاف مصري سابق، وكان من أشهر اللي فسروا القرآن الكريم في القرن العشرين. اتولد الشيخ محمد متولي الشعراوي في 15 إبريل سنة 1911 في قرية دقدوس في محافظة الدقهلية، وحفظ القرآن الكريم وهو في سن صغير. درس في الأزهر وتخرج من كلية اللغة العربية سنة 1940. اشتغل في التدريس والدعوة والخطابة، وكان معروف بأسلوبه البسيط والجذاب في شرح معاني القرآن والحديث. اتولى منصب وزير الأوقاف سنة 1976، وتعين كمان مفتي الجمهورية سنة 1986. كتب كتير من الكتب في الدين الإسلامي، وأشهرها تفسيره للقرآن الكريم اللي نشره في 30 مجلد. توفي الشيخ محمد متولي الشعراوي في 17 يونيو سنة 1998، واتدفن في مقابر العائلة في قريته. الشيخ محمد متولي الشعراوي كان إمام الدعاء ونجم من نجوم الهداية، وترك وراه علم زاخر وتراث باهر. ده كان ملخص في حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي. أنا عموما بحترمه وبتعلم منه كتير. لو عايزين تقرأوا قصة حياته بالتفصيل، ممكن تستمعوا للسيرة الذاتية اللي كتبها هو بنفسه في كتابه اسمه من حياتي، اللي فيه بيحكي عن طفولته وشبابه ودراسته وعمله ومواقفه ومعجزاته. الكتاب ده موجود على النت، وكمان مسموع على اليوتيوب. ولو عايزين كمان تستفيدوا من علمه وفهمه للقرآن الكريم، تفسيره اللي هو أشهر مؤلفاته واللي بيشرح فيه معاني القرآن بأسلوب سهل وواضح ومنطقي. التفسير ده موجود على النت برضه، وكمان مسموع على اليوتيوب. وكمان لو عايزين تسمعوا خواطره والنصايح بتاعته وحكمه، ممكن كمان تتابعوا البرنامج اللي كان بيقدمه في التلفزيون، واللي كان بيتكلم فيه عن موضوعات مختلفة من الدين والدنيا والأخلاق والسياسة والتاريخ والعلوم. البرنامج ده موجود برضو على اليوتيوب، وكمان مكتوب فيه كتاب اسمه خواطر الشعراوي اللي موجود برضو على النت. ده يعتبر كان ملخص بسيط عن حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي. أتمنى يا رب أكون أفدتكم ولو بمعلومة بسيطة. السلام عليكم.